السلام عليكم. فيديو جديد من الفيديوز بتاعتنا النهارده. جالي تعليق كده على الفيديو بتاع لينكد ان هو مازال ما فيهوش فرص وظايف. خلينا نقول بقى ان نخلي استخدام لينكد ان بتاعنا ان انا اجيب منه وظايف او يجي لي على الاقل مقابلات عمل. تمام، خليني اقول لك اول حاجه بيعملها ريكروتر او الاتش ار او اي حد عنده وظيفه انه بيفتح لينكد ان وبيبوست الوظيفه دي على لينكد ان قبل اي سوشيال ميديا تشانل تانية، يعني قبل فيسبوك وقبل ايا كان الويب سايتس التانية اللي هينشر عليها. تمام، فده معناه ان هو لا موقع حقيقي تلاقي عليه وظايف. نيجي بس احنا استخدامنا ليه هيبقى عامل ازاي. هو الطبيعي لو انا هدفي من لينكد ان انا الاقي وظيفه، ان يبقى في دايره معارفي الناس الاتش ار في الشركات اللي انا حابب اقدم فيها. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه ان انا بروفايلي يمثل انا قد ايه شاطر في شغلانتي. فانا هلست الاتشيفمنتس اللي انا بعملها، لو انا في حاجات عرفت احلها، لو في حاجات عرفت اضيف للشغل، وفي نفس الوقت يبقى اصلا بروفايل ابديتد انا شغال فين والتدرج الوظيفي بتاعي. بعد كده شويه امبريشنز كمان عنك، يعني نوعيه البوستات اللي انت بتشيرها على لينكد ان بتعبر عنك. لو انت على طول بوستات سلبيه وبتشتم في الشركات وفي المديرين وي 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 هيديني انطباع ان في حاجه سلبيه، فانا مش هبقى حابب ان في حاجه زي كده في الشغل. انما لو البوستس او الناس اللي انت بتتابعهم او اللي بتشير منهم او اللي انت بتكتب عنهم هتلاقي ان هم اصلا البوستس دي ايجابيه او بتعبر عن انجازات او بنشير معلومات قيمه او ايا كان، بس بعيدا عن السلبيه هيدي انطباع حلو. فبالتالي هنراجع سريعا. انت محتاج كده تحدد الهدف من بروفايلك، محتاج ان انت علاقاتك يبقى ليها الاتش ار هم اللي في دايره علاقاتك، في نفس الوقت البروفايل بتاعك يعبر عنك ويبقى ابديتد ويديني انطباع ان انت حد احب اشتغل معاه.